تعرفوا ليه الأهلاوية ما بيحبوش بيراميدز ومش بيطيقوهم؟ لأن بيراميدز الفريق اللي قادر فعلا يقف قصاد الأهلي دلوقتي في الصفقات وفي الماديات ومعاه فلوس ويقدر ينافس الأهلي على أي صفقة يخشها. هي القصة مش قصة منافسة أو بيراميدز معمول عشان يكيد الأهلي أو أيا كان من اللي بيتقال من الجمهور الأهلاوي. هي القصة إن الأهلي ما بيحبش حد، والأهلاوية ما بيحبوش حد. الأهلاوية ما بيحبوش المنافسة الشريفة. هو يحب إن هو يبقى معاه فلوس ومعاه صفقات ومعاه كل حاجة، ولو خسر بطولة عمره ما يعترف أبدا إن هو خسر عشان ما كانش كويس، وخسر عشان بيراميدز مثلا أحسن أو الزمالك أحسن. لا، خسر عشان هو كل الدنيا كانت ضده. من الآخر الأهلاوية والأهلي باد لوزر، عمرهم ما اعترفوا إن هم خسروا عشان هم ما كانوش كويسين. ودايما تلاقي الاهلاوي يقول لك اصل مش عارف مين، اصل ايه التحكيم، اصل خبوا الجواب، اصل الساعه البيولوجيه، اصل سان داونز بيلعبونا بالنهار. عمره ابدا ما قال احنا كنا وحشين النهارده فخسرنا البطوله او خرجنا من البطوله دي. عكس احنا كزملكاويه بنقول لما بيبقى احنا وحشين بنقول احنا طلعنا عشان وحشين، طلعنا عشان ما عندناش سكواد. لكن هو عنده سكواد وجايب لعيبه وعامل كل حاجه وفي الاخر بيخسر البطولات ويجيب الحجج في اي حاجه تانية. الحكايه وما فيها ان الاهلي والاهلاويه باد لوزر، ما بيعرفوش يخسروا، ما بيعرفوش يقولوا احنا ما كناش كويسين فهارد لك او مبروك للفريق التاني. هم عندهم يا احنا يا بس.